أعلن البوسني فلاديمير بيتكوفيتش مدرب منتخب الجزائر السبت قائمة اللاعبين المشاركين في النسخة ال35 من كأس إفريقيا لكرة القدم المقررة بالمغرب بين 21 ديسمبر كانون الأول الجاري و18 يناير كانون الثاني 2026. وشهدت القائمة التي ضمت 28 لاعباً عدة مفاجآت، أبرزها استدعاء الثنائي عادل لبينا ورضوان بركان، وذلك للمرة الأولى مع المنتخب الأول، بعد أن أنهيا مشاركتهما مع فريق الخضر الثاني في كأس العرب بقطر مؤخراً. في المقابل غاب عن القائمة الحارس أليكسيس قندوز بسبب الإصابة، ليتم تعويضه بالحارس أنتوني ماندريا كان الفرنسي العائد إلى المنتخب بعد غياب طويل، فيما جرى استبعاد نبيل بن طالب ليل الفرنسي وسعيد بن رحمة نيوم السعودي. واحتفظ بيتكوفيتش بأهم نجوم المنتخب الجزائري أبرزهم رامي بن سبعيني وإسماعيل بن ناصر ورياض محرز ومحمد الأمين عمورة وبغداد بنجاح ويوسف عطال ومحمد أمين توغاي بعد تعافيه من الإصابة. وسيخوض المنتخب الجزائري الذي يشارك للمرة 21 في نهائيات كأس إفريقيا منافسات البطولة ضمن المجموعة الخامسة رفقة كل من بوركينا فاسو وغينيا الاستوائية والسودان. وسيبدأ محارب الصحراء مشوارهم يوم 24 ديسمبر بمواجهة السودان، ثم يواجهون بوركينا فاسو في 28 ديسمبر، ويختتمون دور المجموعات بلقاء غينيا الاستوائية بتاريخ 31 من الشهر نفسه. وجاءت قائمة الخضر كالآتي: في حراسة المرمى لوكا زيدان، أسامة بن بوطة وأنتوني ماندريا. الدفاع عيسى ماندي، يوسف عطال، رامي بن سبعيني، سمير شرقي، زين الدين بلعيد، ريان آيت نوري، جوان حجام، رفيق بلغالي، مهدي دورفال، محمد الأمين توغاي. الوسط هشام بوداوي، إسماعيل بن ناصر، رامز زروقي، إبراهيم مازا، حسام عوار، آدم زرقان، إيلان قبال، فارس شيبي. الهجوم رياض محرز، أنيس حاج موسى، محمد الأمين عمورة، بغداد بنجاح، منصف بقرار، رضوان بركان وعادل بلبينا.